اللي هناك كان هيلاعب خلاص طارق ماشي. حامد. بناء على ايه لاعب كوكا؟ كوكا لازم يلعب. ليه؟ كوكا متألق هو برضه. مكتوب في القرآن ان كوكا لازم يلعب ليه وماله منتخب كوكا؟ مصر. عامل شغل كويس مع يا عم ناديه في بره، اليونان. طيب ما عملش مشكلة. معانا هنا، ما شفناش هيعمل. منه، ما شفناش منه اي هيعمل. بركه. هيعمل. امتى بقى؟ بعد ما نموت؟ ده هيموتنا يا عم. هيعمل والله راجل. وربنا مروان محسن اللي مش عاجبنا ده والله العظيم بيتحرك يا عنه. راجل يعني اللي مروان محسن اللي مش عاجبك ايه؟ بيتحرك عنه. طب انت بقى، طب انا هقول لك حاجه، انت اللي جبته لنفسك. قول. مروان محسن اللي بيتحرك، اللي مش عاجبنا احسن من كوكا. طيب انت عندي معلومه انك قلت لعيبتك ما تمسكوش مروان محسن لما كنت بتلعب الاهلي. الكلام ده صح ولا ماليش دعوه بقى مين قال لي ولا لا وحياه ولادك لا يا باشا الكلام ده صح ولا غلط؟ ده رقم واحد، واوعى تقول لي غلط لان مش بص مش هسمع عليك. صح ولا غلط؟ بتضحك ليه؟ صح ولا غلط؟ ده احنا بنتخانق يا رجاله. ايوه صح ولا غلط؟ صح ولا صح؟ صح. قلت لعيبتك ما تمسكوش مروان محسن مهاجم النادي الاهلي. حصل. في مدير فني يقول لي لعيبه ما تمسكوش لعيب. ليه؟ ليه ان شاء الله؟ لو مسكته كان هيهدف، هيحس بذاته وبقيمته ان انا ممسوك. انما انت لما تسيبه، وقلت اقسم بالله اللي هيمسكه لا طلعه بره. ده فكر بقى. فكر؟ فكر مين؟ بص مروان النوعيه اللي زي مروان، يعني انت لما بتمسكه هو ثواني بس والنبي الله يخليك، خليني معاك واحده واحده عشان بس استوعب. انت قلت لعيبتك اللي هيمسكه هطلعه بره؟ يعني قلت لهم في المحاضره كده. قلت للاثنين مساكين ما تمسكوش مروان، ماشي، والعبوا كورتكم عادي حلو قوي، واللي هيمسكه هطلعه بره. هو هيجي لك، قلت لهم هو هيجي لك. انما انت ما تروحلوش وما تمسكوش وما تروحش يسيبه بقى يدخل اجوان. مش هيدخل. ما هو مش هيمسكه. ايوه ما مش بص هو لو اتمسك هيجيب، لو اتمسك هيهدف. دي حزوره بقى. لا مش حزور، هو هيحس ان هو بقى لعيب تقيل ولعيب الخطه كلها معموله عليه والكلام ده. بس انما لما سيبناه والله العظيم كان تايه، هو مش عارف. قال طب انا متساب ليه وانا مش لعيب؟ اقسم بالله طب هات الماتش تاني وشوف مروان محسن. لا اله الا الله. طب بعدين والله العظيم قلت كده، قلت لهم كده. فكرونا يا جماعه الماتش ده مروان محسن عمل ايه؟ عمل واحده بس اللي هي بدماغه والجون صدها بس. وبعد كده ما فيش اي بركه له او اي كرامه. طب ليه عملت كده؟ وغير. طب ليه عملت كده؟ هو من النوعيه اللي هو لما هيحس ان هو متراقب والكلام ده هيغل اكتر وهيحاول يفك استفزه يعني ومن الرقابه اكتر، ويقول لك ده انا لعيب مهم وانا فهو لما بيتساب كده تحس كده ان هو وانا بلعب لوحدي ولا الناس دي مش عارفه قيمتي. ده التكتيك الجديد بتاعك. والله العظيم زي ما بقول لك كده. والله ما بكذب عليك. اسال اللعيبه، انت طبعا اكيد اللعيبه انت قريت ده في كتب ولا في حاجه؟ لا مش في كتب، هو كان في فتره ضغط ومضغوط عليه وعايز ينزل عشان يثبت للناس ان انا فرود النادي الاهلي وابقى فرود مصر والكلام ده. يعني اي فرود ممكن تقول لعيبتك ولا مروان بالاخص؟ يعني في فراوده تاني تقول لعيبتك ما تمسكوش؟ هو في فراوده في مصر.